عمرك عملت تحاليل وطلعت كلها سليمة رغم ان انت تعبان او حاسس ان انت مكسر او خبلان من غير سبب واضح؟ ولما بتسأل الاجابات كلها بتقولك ان مفيش حاجة باينة. النهاردة هنتكلم عن تعب حقيقي حتى لو مش ظاهر في ورقة التحليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا احمد ودي قناة نبض الحياة. لازم نفهم ان التحاليل بتقيس جزء من الحقيقة مش الحقيقة كلها. يعني مثلا التحاليل ممكن تقيس صورة الدم، تقيس وظائف الكبد، وظائف الكلى، تقيس الهرمونات، لكن ما بتقيسش الضغط النفسي المزمن، ما بتقيسش الارهاق العصبي، ما بتقيسش الاستنزاف العاطفي. خليني احكي لكم عن شخص، يعني مش هذكر اسمه، هو في اواخر الثلاثينات. الشخص دوت بدأ يصحى كل يوم تعبان. عمل كل التحاليل والفحوصات، عمل الفيتامينات وعمل الاملاح، كل تحاليله طلعت سليمه، خدها وراح للدكتور. الدكتور قال له انت تمام بس حاول ترتاح بس شويه. بس الراجل تعبان ومزاجه عصبي، وحتى جهده بقى قصير، نفسه قصير. لما قعدنا اتكلمنا طلع الراجل عايش تحت ضغط مستمر، مشاكل مكبوتة، علاقات بتستنزفه. يعني الراجل طلع سليم وتحاليله سليمة، لكن هو تعبان، هو نفسه مش سليم. اللي حصل مع الراجل دوت حاجة في الطب اسمها كرونيك ستريس، وده بيخلي الجسم في وضع خطر طول الوقت حتى وانت نايم. والنتيجة نوم مش مرتاح، صداع أحيانا، شد عضلي، فقدان للطاقة. في علاقات مستنفذة، في ناس وجودهم في حياتك بيسحب طاقتك من غير ما تحس. علاقات سامة، ممكن يعمل لك أعراض أكتر من مرض عضوي، وده مثبت علميا، مش إحساس وخلاص. وأنا دايما بحط لكم المصادر في الوصف. العقل والجسم مش منفصلين، الضغط والتوتر والقلق كل دول بيتحولوا بعد كده لأعراض جسدية، وإحنا اتعودنا نهمل الإشارات دي. اتعلمنا استحمل، كمل، ما تشتكيش لحد، لغاية لما جسمك يقول لك خلاص كفاية أنا مش قادر. طيب دلوقتي هنخش على الحل العملي، وهنتكلم خطوة خطوة عشان كل شخص يحس بالفرق. أول خطوة لازم نعترف بالتعب الحقيقي. لازم توقف عن تقليل شعورك وإن التعب ده مش وهم، ومجرد الاعتراف دوت بيخلي جسمك وعقلك يبتدوا يتعاونوا معاك. تاني حاجة مراجعة نمط الحياة زي تنظيم ساعات النوم، التغذية الذكية، تمارين الاسترخاء، تقليل الكافيين. إن شاء الله نبقى نتكلم عن الحاجات دي في حلقات تانية بعدين. رابع حاجة تقليل الضغط النفسي زي التأمل، ودي أحسن حاجة إن أنت تصلي بخشوع لله. اللحظات ديت هتفرغ الشحنات السلبية اللي عندك وهتخليك تتأمل في آيات الله، وده بدوره هيخفف عنك الاسترس والضغط. وحاول تدي وقت لنفسك بعيد عن أي ضغوط أو مسؤوليات، وممكن تستخدم دفتر يوميات وتكتب فيه يومياتك، تكتب فيه الحاجات اللي مضايقاك، وده بدوره هيخفف عنك الضغط. خامس حاجة مراجعة علاقاتك، وإنك تبعد عن الناس السامة ودايما تخلي حواليك قدر الإمكان الناس الإيجابية والداعمة ليك. سادس حاجة طلب المساعدة المتخصصة، يعني لو التعب مستمر لازم تستشير أخصائي نفسي، لأن أحيانا التعب النفسي بيحتاج لأخصائي محترف يتدخل. لو طبقت الحاجات دي بانتظام هتحس بفرق حقيقي في خلال أسابيع قليلة، وهتلاقي جسمك وعقلك بدأوا يشتغلوا معاك. في الفيديو الجاي إن شاء الله نتكلم عن الناس التوكسيك والعلاقات السامة اللي ممكن تسحب طاقتك وتعمل لك تعب من غير ما تحس. لو حاسس إن الكلام ده عنك فأنت مش ضعيف ولا بتتوهم، ده جسمك بيطلب إنك تسمعه. والاعتناء بنفسك دي مش رفاهية، دي ضرورة. اشترك في القناة واكتب لي تعليق عن شعورك وهنكمل الرحلة سوا. وفي الختام صلوا على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.